يبدو صار لازمنا قانون لتجريم الأسدية واجتثاث البعثية مثل ما ألمانيا جرمت النازية بالقانون، ولازم مجلس شعبنا الموقر يقر قانون ينص على محاكمة كل مين كان جزء من الآلة العسكرية والإعلامية والسياسية لنظام الأسد. وهي الحالة الطبيعية لأي بلد طالعة من حرب مدمرة، إنها تمسح كل شيء له علاقة بالحقبة السابقة. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ما كانت قادرة تحاكم ملايين المؤيدين للنازية، بس بالوقت نفسه قدرت تنبذهم وتبعدهم عن الفعاليات المجتمعية بقوانين صارمة. طبعاً قوانين ما بس اقتصرت على شعارات وصور، بل امتدت لدرجة إنه ما شفنا وحدة مثل ريم خليل النسخة النازية طالعة تتصدر وتهدد الأحرار بالمحاكم. ما شفنا نقيب الفنانين الألمان عم بيشدد إنه باسم ياخور مرحب فيه بأي وقت. ما شفنا صفحات مثل نيودوز غير تفاهتها وصلتهم المباشرة بعبقري الرياضيات حفوظا الصغير مكملين بمشوارهم بالتفاهة ولا كأنه شي كان. ما شفنا شبيحة مستلمين دوائر حكومية ولسه غبرة النازية براسهم. يعني بالمختصر إذا الدولة مو قدرانة تحاكمهم، على القليلة تعمل قوانين تساعد الشعب ينبذهم، مو تركبهم على كتافنا وتقلنا يلا نبدأ من جديد.